بيلسا يشيد بالمنتخب السعودي بعد التعادل السلبي أمام السنغال. الأخضر أذهلني، يمتلك عناصر هجومية قوية وسيكون خصما صعبا. مدرب أوروغواي يكشف تفاصيل متابعته للمنتخب السعودي في مباراته الأخيرة أمام السنغال، ويؤكد أداؤهم أمام أسود التيرانجا كان قويا، و10 صحف عالمية تنقل تصريحات المجنون. في تطور هز الأوساط الرياضية السعودية والعالمية، كشف المدرب الأرجنتيني الأسطوري مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروغواي عن إعجابه الشديد بالمنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم 2026، واصفا إياه بأنه منتخب يمتلك عناصر قوية ويمارس كرة قدم هجومية، ومؤكدا أنه تابع مباراة الأخضر الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال عن كثب. بييلسا الذي يعتبر أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم وصاحب مدرسة الضغط العالي والهجوم الممتع، تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروغواياني في مونتيفيديو بعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب السيليستي المشارك في المونديال. المدرب الأرجنتيني لم يبخل بالثناء على الأخضر، مشيرا بشكل خاص إلى الأداء القوي الذي قدمه المنتخب السعودي في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. واعترف بييلسا بأنه تابع هذه المباراة بعناية فائقة، وأن ما رآه جعله يدرك أن مواجهة السعودية لن تكون سهلة على الإطلاق. ويأتي هذا الاعتراف من مدرب بحجم بييلسا الذي سبق له تدريب منتخبي الأرجنتين وتشيلي في كأس العالم ليمثل وسام شرف للمنتخب السعودي، وليؤكد أن الأخضر أصبح محل احترام واهتمام كبار مدربي العالم، وأنهم يدركون جيدا قوة الكرة السعودية وتطورها المستمر. المباراة المرتقبة بين أوروغواي والسعودية ستكون ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر، وتقام المباراة يوم 15 من يونيو الجاري على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، في أول ظهور للمنتخب السعودي في هذه النسخة. الصحف العالمية 10 تنقل هذه التصريحات وتؤكد أن الأخضر أصبح قوة كروية يحسب لها ألف حساب، وأن المدربين الكبار بدأوا يخشون مواجهته. ماذا قال بييلسا عن المنتخب السعودي؟ أداء الأخضر أمام السنغال كان قويا ومذهلا. في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مونتيفيديو، تحدث مارسيلو بييلسا بإسهاب عن المنتخب السعودي، مشيرا إلى أنه تابع مباراة الأخضر الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال باهتمام بالغ، وأن ما رآه كان قويا ومذهلا. ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن بييلسا قوله: تابعت مباراة السعودية والسنغال عن كثب، كانت مباراة قوية جدا بين فريقين متكافئين. السعودية أظهرت شخصية رائعة أمام أحد أقوى المنتخبات الإفريقية، واستطاعت الخروج بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس. وأضاف المدرب الأرجنتيني المعروف بالمجنون بسبب أفكاره الثورية وعشقه للهجوم: رأيت فريقا منظما دفاعيا يغلق المساحات بذكاء ويهاجم بسرعة عند استعادة الكرة. هذه الصفات تجعل من السعودية خصما صعبا جدا لأي فريق. السعودية تملك عناصر هجومية قوية. بييلسا لم يكتفي بالإشادة بالجانب الدفاعي للمنتخب السعودي، بل تحدث أيضا عن القوة الهجومية للأخضر، مشيرا إلى أن السعوديين يمتلكون مهاجمين قادرين على استغلال المساحات. وقال بييلسا في تصريحات نقلها أحد المحللين الحاضرين: السعودية لا تلعب فقط للدفاع، لديها عناصر هجومية سريعة قادرة على تشكيل الخطورة في أي لحظة، هذا ما يجعلهم فريقا متوازنا. أوروغواي لن تستهين بالأخضر.
بيلسا أكد أن فريقه يدرك جيدا صعوبة مواجهة المنتخب السعودي، مشيرا إلى أن السيليستي يستعد لهذه المباراة بكل جدية ولن يستهين بالأخضر أبدا، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام السنغال. وقال بيلسا في نهاية المؤتمر: أكرر ما قلته سابقا، الخصم صعب والمواجهة لن تكون سهلة. السعودية أثبتت أنها قادرة على منافسة الكبار، وأظهروا ذلك أمام إسبانيا والسنغال. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق الفوز. أوفيسيون، أوروغواي. العنوان: بيلسا: السعودية فريق صعب جدا. سلطت الصحيفة الأوروغوايانية الضوء على تصريحات بيلسا، وكتبت أن المدرب الأرجنتيني قال إن السعودية أثبتت جدارتها أمام السنغال، وهي تمتلك عناصر دفاعية وهجومية مميزة. ونقلت أوفيسيون عن بيلسا قوله: تابعت مباراتهم أمام السنغال، وكانت مباراة قوية جدا رغم قوة المنافس. البايس، أوروغواي. العنوان: بيلسا: السعودية لن تكون خصما سهلا للأوروغواي. أكدت الصحيفة الأوروغوايانية العريقة أن بيلسا يعتبر المنتخب السعودي رقما صعبا في المجموعة الثامنة، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني قال إن أسلوب لعب السعودية المتوازن قد يشكل مفاجأة. وكتبت البايس أن بيلسا أشاد بالتنظيم الدفاعي والروح القتالية للمنتخب السعودي. الأوبسيرفاتور، أوروغواي. العنوان: بيلسا: السعودية عقدت الأمور على السنغال ويمكنها أن تعقدها علينا. أكدت الصحيفة الأوروغوايانية أن التعادل السلبي أمام السنغال دليل على قوة المنتخب السعودي. وكتبت الأوبسيرفاتور أن بيلسا قال إن السعودية فريق منظم وقوي ويجب أن نتعامل معه بجدية. جول عالمي. العنوان: بيلسا يحذر أوروغواي: السعودية خطيرة بعد تعادلها مع السنغال. نقل الموقع العالمي عن بيلسا قوله: إن السعودية أثبتت أنها قادرة على منافسة الكبار، مشيرا إلى أن مدرب أوروغواي أكد أنه تابع مباراة الأخضر أمام السنغال بعناية كبيرة. وكتب جول أن بيلسا يعتبر المباراة أمام السعودية اختبارا حقيقيا للأوروغواي. سكاي سبورتس بريطاني. العنوان: بيلسا: السعودية أذهلتني في تعادل السنغال. نقلت الشبكة الرياضية البريطانية تصريحات بيلسا، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني وصف أداء الأخضر أمام السنغال بأنه قوي ومذهل. وكتبت سكاي سبورتس أن بيلسا أشاد بالتنظيم الدفاعي والروح القتالية للمنتخب السعودي. بي إن سبورتس قطري عالمي. العنوان: بيلسا: السعودية أذهلتني أمام السنغال وستكون خصما صعبا. نقلت الشبكة الرياضية القطرية تصريحات بيلسا بالكامل، وكتبت أن المدرب الأرجنتيني قال إن الأخضر يمتلكون عناصر دفاعية وهجومية قوية ويمارسون كرة قدم متوازنة. وأشارت بي إن سبورتس إلى أن بيلسا أكد أنه تابع مباراة السعودية والسنغال، وأن ما رآه جعله يدرك صعوبة المواجهة. لانويفا، الأرجنتين. العنوان: بيلسا: السعودية ستكون عظمة صعبة المضغ لأوروغواي. سلطت الصحيفة الأرجنتينية الضوء على تصريحات بيلسا، وكتبت أن المدرب الأرجنتيني يكن احتراما كبيرا للمنتخب السعودي. ونقلت لانويفا عن بيلسا قوله: السعودية تطورت بشكل كبير في السنوات الماضية، وإذا استمرت على هذا المنوال سيكونون مفاجأة في البطولة. ماركا، إسبانيا. العنوان: بيلسا يحذر أوروغواي: السعودية خصم صعب جدا. أكدت الصحيفة المدريدية أن بيلسا حذر فريقه من مغبة الاستهانة بالمنتخب السعودي، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني قال إن الأخضر قدموا أداء ممتازا أمام السنغال، وهذا دليل على تطور الكرة السعودية. وكتبت ماركا أن بيلسا أشاد بالتنظيم الدفاعي والروح القتالية للمنتخب السعودي. الأياس، إسبانيا.
العنوان: بيلسا السعودية يمكنها إحداث المفاجأة في الكأس العالم. سلطت الصحيفة المدريدية الضوء على تصريحات بيلسا، وكتبت أن المدرب الأرجنتيني يعتبر المنتخب السعودي الرقم القوي لإحداث المفاجأة في المجموعة الثامنة. ونقلت LAS عن بيلسا قوله: السعودية تمتلك عناصر هجومية سريعة ويمكنها أن تسبب مشاكل لأي فريق. سودويست فرنسا. العنوان: بيلسا السعودية أذهلتني أمام السنغال. اهتمت الصحيفة الفرنسية بتصريحات بيلسا، وكتبت أن المدرب الأرجنتيني وصف التعادل السلبي أمام السنغال بأنه دليل على قوة الكرة السعودية. ونقلت سودويست عن بيلسا قوله: السعودية فريق منظم وقوي وسيكون خصما صعبا للأوروغواي في كأس العالم.